السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم تغريد من قناة أكلة ملوكي. النهاردة من نعم ربنا علينا ويحفظها ربنا من الزوال يا رب، ويديمها نعمة علينا يا رب. معانا فيديو إطعام. إطعام كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن رز صيادية وسمك سنجاري بلطي وسمك فيليه. احنا كده قبل الإطعام بيوم زي ما احنا متعودين مع بعض، نجهز الحاجة قبلها بيوم. كنا جايبين بقى الزيت، وجايبين الطلبات بتاعة التمليحة بتاعة السمك، ومعانا دقيق، ومعانا نشا، ومعانا كمون، وكان كزبرة وكركم. وهنا السمك ما شاء الله تبارك الرحمن كانوا 33 كيلو و10 كيلو فليه. ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد كان بركة ربنا فيهم. واحب اشكر اسماك الحاج حسين، احنا كنا جايبين من عندهم، ربنا يجازيهم خير يا رب، ويطعموا من ثمار الجنة. بجد كانت سمكة زي الفل، بجد جايبينها باعتينها متقطعة وجاهزة ونضيفة زي الفل والله. الله يجازيهم خير. كده زي ما قلت لكم، انا قبل الاطعام بيوم هبدأ بقى اجهز الحاجة، ونقطع بقى نوضب الخضار اللي هيتحط مع السمك السنجاري، ونبقى نعصر كمية الليمون لان كمية كبيرة ما شاء الله اللهم بارك. نبدأ بقى نجهز الحاجة بتاعتنا بقى ايه، نتبل. وتاني يوم بقى ايه نبدأ الايه نقلي ونشوي في الفرن. كده انا هقف اعمل التتبيلة بتاعت السمك. كانت عبارة عن توم، معانا فلفل، ومعانا ليمون، معانا خل، وكان طماطم. انا بحب احط في تتبيله السمك طماطم، جربيها مره كده بالطريقه دي هتعجبك قوي. حطي برضو كام بصلايه كده. ومعايا بقى ملح، ومعايا كان كزبره وتوابل سمك وكمون. السمك بيحب الكمون بس ما تكتريش منه، خلي بالك عشان الكمون بيمرر. يعني حطي ايه بطريقه يعني بسيطه كده، ما تكتريش منه. وهضرب بقى الكميه دي كلها. لو عندك كبه عندك خلاط، بس انا الكميه اللهم بارك كانت كبيره، فانا فضلت الخلاط بصراحه. هعمل بقى كذا شفشة من الخلاط، وابدأ بقى ايه اتبل كله مرة واحدة. اظبط الملح بتاعي، واحط البهارات بتاعتي وكله. هضرب بقى الكمية كاملة، بحط معاهم توم طبعا. ونبدأ بقى ايه نفرم كل ده فرم ناعم. هنتبل السمك، دي التتبيلة الأولانية بتاعت السمك، وهي يتبل على مرتين. نتبل الخضار لوحده، والأول نتبل السمك ونبيته من قبلها بيوم في التتبيلة بتاعته زي ما احنا متعودين. طبعا الكمية اللهم بارك كبيرة، فهنحط طبعا في الكيس زي ما احنا متعودين. لو انت عندك عزومة حبيبتي ولا حاجة، ممكن تعملي بالطريقة اللي انا بعملها دي. والله كانت سمكة خفيفة وبصي تحفة، ووفرت في الزيت معانا كمان والوقت. انت عشان تقلي الكمية دي كلها عايزة وقت كبير معاكي. لا شوينا في قلب الفرن بصراحة ما شاء الله اللهم بارك. السمك يعني الأنسجة بتاعته ضعيفة، ما بياخدش وقت كتير في السوا. بص اللهم صل على النبي. مسكته بقى كله اهو. نملح واحدة واحدة ونحط في الكيس. لو انت حتى هتشتغل يومها مفيش مشاكل، يعني بينجز معاكي الموضوع ده، بينجز معاكي اهو. نتبل كله، وهنشيل شوية من التتبيلة، وهقول لكم دلوقتي ليه. هشيل شوية من التتبيلة دي قبل ما اشتغل فيها. هشيل شوية كده. الكمية اللهم بارك خلصت معايا اهي. هحط في التلاجات بقى. نقفل الكيس كويس طبعا عشان الريحة متطلعش على بقية الحاجة اللي في التلاجة. هنا بقى صباحكم ورد، صباحكم رضا، صباحكم نعم من رب العالمين. ده تاني يوم الصبح بدري قمت بقى. الله يجازيه خير، الحاج حسين بعت لنا التتبيله بتاعت الفيليه، مش احنا اللي عاملينها. كانت توم وبابريكا وحاطط حبهان فيها، وكزبره وكمون وتوابل سمك وخل وليمون وتوم طبعا. كانت تحفه بجد. تبلنا بقى الكميه كلها. هنا هبدا اعمل الخضار بتاع السنجاري. كان معايا كزبره خضراء، واقطع كميه بصل زي ما انتم شايفينها جنبي اهي ما شاء الله. ربنا يجازيهم خير البنات، قطعوا لي البصل والطماطم والفلفل بصراحه الله يبارك لهم. وبشرة جزر برضو معايا، بحب احط جزر فيها. معايا طماطم اهون والفلفل. هنا كمية بصل اللهم بارك بقى، كانت كمية محترمة. هجمعها بقى كلها احطها، واحط بقى التوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي انا حطيتها في التتبيلة نفس التوابل احطها هنا. عبارة عن ايه؟ معايا كمون، بهارات سمك، كزبرة، كركم، ومعانا كمان الملح بتاعنا اهو بسيط. برضو خلي بالك انت السمك متملح معاكي، انا بملح الخضار، فانت خلي بالك من الملح. كتريش ملح هنا عشان السمكات تحدقش منك. هبدأ بقى أجيب كمية الفلفل. اللهم بارك كانت كمية حلوة. أخلط بقى كل ده. أنا كده بملح الخضار اللي أنا هحطه مع السمك السنجاري. هوريكم برضه هنعمله ازاي بطريقة حلوة أوي أوي. كمية الطماطم براحتك بقى، التقطيع بقى براحتك. احنا قطعنا جولين لأن الكمية كبيرة. طبعا لو انت هتعملي كمية صغيرة ممكن تقطعي تقطيعات صغيرة، براحتك.
هدمج بقى كله مع بعض عشان يبقى التمليحة واحدة. معايا بقى الكيس بتاع الخلطة اللي انا خليتها من الخلطة بتاعت بالليل بتاعت السمك، هحط منها شوية على الخضار ده. بصوا تحفة تحفة تحفة. انا وانا بعمل البنات عاملين يقولوا لي يا طنط الريحة رهيبة، بجد كان حلو قوي. هنقلب بقى كل ده. هنبدأ بقى ايه، خلاص انا تبلت كده السمك. نبدأ بقى ايه نعفره بالدقيق، ومعايا نشا. هغلفه دقيق ونشا، وهحط كركم، واحط واحدة بيكنج باودر، واحط برضو ايه توابل السمك، واحط كزبرة، واحط كمون وماجي. فركت كام واحدة ماجي كده في قلبيهم برضو، بحيث التغليفة اللي من بره برضو تديكي طعم حلو قوي. واغلف بقى كله بالدقيق. ونبدأ بقى نقلي، بس ايه ما تعمليش كمية كبيرة، يعني انت اعملي وكون ايه القلاية شغالة معاكي كده. طبعا عشان الكمية كبيرة اللهم بارك، فاحنا شغلنا الشعلة بقى وحطينا في حلة وحطينا في صينية كبيرة عشان تنجز معانا الوقت. وقطعي شرايح ليمون في قلب الزيت، ما لا دخان ولا ريحة زفرة. والله العظيم الريحة في البيت كانت تحفة، كأننا بنقلي بانيه. محدش يقول ان ده سمك ابدا، بجد ربنا يطعمه من ثمار الجنة. الحاج حسين وولاده ربنا يبارك لهم والله. سبحانك يا رب. احنا كانت النية الاكل حاجة تانية خالص، كنا هنعمل رز بسمتي وكنا هنعمل فاهيتا. فبنتشاور مع بعض انا والبنات كده هنعمل اطعام ايه، هنعمل ايه، زي ما قلت لكم بقى بنحب نسأل الناس. فانا كنت سائله كذا حد، فكانوا قايلين لي على السمك. احنا نفسنا ناكل سمك، بس بصراحة مش قادرين نعمله ولا قادرين نجيبه. زي ما انتوا عارفين بقى الغلا والدنيا اللي احنا فيها دي. الحمد لله الحمد لله، رضا من رب العالمين. فقلنا لا، ايه رأيكم يا بنات، شرط عليهم، ايه رأيكم يا بنات نعمل السمك؟ قالوا ماشي خلاص يا طنط. سبحانك يا رب، اتيسرت من عند ربنا، وهو زي الفل. والله كانت لقمة جميلة، بألف هنا وشفا حبايبي على قلب كل اللي كان. بصوا انا بوريك الطريقة اهو، بصي ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده. بصوا لوز العنب. قعدت انا بقى عملت الكمية دي، ما شاء الله ما شاء الله، طلعت معانا يعتبر 120 وجبة. كانت حلوة قوي. هنبدأ بقى يعني بصوا بدأت بقلية الفيليه لأن الكمية كبيرة هتاخد وقت معانا. وبدأت شغلت الفرن معايا السنجاري، أعمل أجهز الصواني وأدخل الفرن، أجهز الصواني كميات بقى ورا بعض. يعني انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت في السوى، الأنسجة بتاعته ضعيفة. وطبعا أكلة جميلة، يعني ما يختلفش عليه اتنين. السمك بالذات ما يختلفش عليه اتنين. كانت لقمة زي العسل بجد، كان يومها غير. يعني احنا بنعمل السمك في بيوتنا عمره ما كان بالجمال ده بجد والله فعلا. الإطعام ده اللقمة فيه بتبقى غير والله يا جماعة. جربوا كده، وكل اللقمة بتاعت الإطعام هتلاقيها غير اللي انت بتعمليها لبيتك خالص. يعني بجد ربنا يحط لهم البركة فيه، واللقمة كده يتحط فيها سكر، تبقى شهد كده وعسل في بق الناس يا رب. بفرح والله ما حد بيشكر في اللقمة قوي قوي فوق ما حد يتخيل. بتشيل التعب بتاع اليوم. هنا يا حبيبتي توتة قعدت كملت بقى القلية اهو، ما شاء الله تبارك الرحمن. كأننا بنقلي ستريبس بانيه. محدش يقول انت بتقلي سمك ابدا، بجد من نظافة السمك والجمال بتاعه، وهو مقطعهولنا بالطريقة دي بصراحة ربنا يجازيه خير. هنبدأ بقى نعمل الرز معانا الصيادية. اعملي بالطريقة بتاعتي دي وادعيلي. هنقدح الزيت، وبعد كده هنحط ال البصل، كمية بصل حلوة كده. حطي بصي كتري اوعي تستخسري، بالذات رز الصيادية اديها بصل. آخر واحد ياكل طبق رز من هنا واوعى. شفت سمير غانم مين طفى النور؟ هيبقى كده بالظبط، مش هيشوف قدامه، عايز ينام. بيعمر الدماغ بجد. كمية البصل الكتيرة ما بتبقى في الرز بتعمر الدماغ، وبتخلي اللقمة عسل. البصل بيسكر اللقمة. حطيت جزر، وحطيت انا هنا مش باين معايا، بس انا حطيت شوية من التتبيلة اللي انا كنت عاملاها بتاعت السمك في قلب الرز. ما حدش يقول لي لا، ايوه حطي شوية في قلب الرز. كده حطيت الجزر وحطيت الفلفل. هبدأ بقى بصوا هشوح بقى كل ده معايا بقى. حطيت الرز طبعا غسلاه مصفياه. شوحي بقى على قد ما تقدري لان الكميه اللهم بارك كبيره، لازم تبقى متشربه كلها. وحطيت كركم وحطيت كزبره بصوا، كركم كمون كزبره معانا. نجم الليله من اول الاكله لاخرها، كان ناقص ارش على البنات كمان والله من حلاوتهم وجمالهم في الاكل النهارده. معايا ميه مغليه بقى، سقيته ميه مغليه عشان الكميه ما بتبقى كبيره معاكي رز. اللي يطلع رز مفلفل معاكي ويطلعه معاكي صح، ان انت تحطي الميه مغليه عليه. وحطيت طبعا كام مكعب ماجي. ظبطت بقى الملح بتاعي. بصوا اللهم بارك، كانوا شويه رز عسل. الف هنا وشفا لكل اللي كان لي نصيب في الأم.
بجد كانت لقمة جميلة. هنعمل تاني، هاعمل حلة رز تاني برضه، لإن دي مش هتكفّي. أنا باوريكِ بقى الكمية الكبيرة لمّا تيجي تشتغليها السمك، باوريكِ أعمل إيه. حطيت 5، 6 ورقات فوق بعضيهم، وأبدأ بقى إيه، أحط على طول هنا وهنا. حطي الخضار الأول اللي إحنا طبعًا مطعّمينه ومنكهينه بالتوابل، وأبدأ أحط برضه على الوش وأقفّل، وأحط شوية زيت، وأحط بقى في الصينية في الفرن. اللهم صل على النبي. 10 كيلو بُصّي مش هياخدوا في إيدِك حاجة. قفّلي، قفّلي، قفّلي وحطي في الصواني. اللهم بارك، اللهم بارك. ربنا كان حاطط البركة في اللقمة وكانت زي الفل والله، الحمد لله. كان يوم كله خير وهنا والله. ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال، ويا رب دايما. بصوا هنا ما طلع من الفرن، بصوا جماله وحلاوته، متحمر بقى. بصوا الريحة كانت تحفة، كان حلو قوي. بألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب في لقمة. هنا ما شاء الله اللهم بارك. الله يعني أول كمية خلصنا، وبدأنا بقى نجهز بقى الوجبات معانا عشان العدد كان كبير، وبدأت بقى الناس إيه تجيلنا. هنا باوريكم برضو جزء تاني من الوجبات. يعني بقينا شغالين نعبي ونوزع ونرجع نعمل تاني، لأن كنا طول اليوم طول اليوم شغالين تسوية وتعبية. الحمد لله يا رب عدى على خير، الحمد لله. بصوا الرز وجماله وحلاوته قمر. والسمك الفيليه كان طالع تحفة كأنه بانيه، ما حدش يقول ان ده سمك ابدا. نظافة بجد وريحة وطعم ملوش حل بجد. والوجبة بقى زي ما شفتوا كده كان عبارة عن قطعتين فيليه، وقطعنا قطع طماطم وخيار وجرجير وحيقناهم برضو، وحطينا بقى سمكاية سنجاري وقطعتين فيليه وشوية رز. يعني وجبة مشبعة جميلة. وكان في عيش برضو، حطينا عيش مع الوجبات برضو، واتقضت على خير والحمد لله. بص اللهم بارك، لوحة لوحة تورتية سمك. بجد بجد كان يعني يوم مبهج قوي. بص اللهم بارك، بص الجمال والحلاوة. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب، ويطعمهم من ثمار الجنة كل اللي ساهد وساهم في الإطعام ده، ويزودكم يا أهل الخير كمان وكمان، ودايما مع بعض في الخير سابقين. يا رب دايما مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله.